السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا وان شاء الله تستفادوا منه كتير قوي، لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو غطوا لايكات كتير وشجعوني انزل لكم كل جديد. مبدئيا كده هنسمي الله ونقول دورة فراخ رمضان بتاعتنا حاجة زي الورد، حاجة اللهم بارك زي العسل كده زي ما انتم شايفين. ما شاء الله اللهم بارك، نشاط وحيوية وفتح شهية، والفراخ مفرقة عن بعض، والفراخ نفسيتها حلوة جدا، واللهم بارك كده البراز سليم 100%. فاحنا كده دورة الفراخ بتاعتنا زي الفل زي ما انتم شايفين كده، ما فيهاش اي مشاكل، ما فيهاش اي تعب، ما فيهاش اي حاجة، الحمد لله رب العالمين. طيب النهارده كده بكل امانة هقول لكم على وصفة حلوة جدا جدا. الاول كده فراخي كل يوم خميس بتتم اسبوعين، بتتم اسبوع يعني بتزيد اسبوع. يعني يوم الخميس اللي فات ده كان فراخي كده عندها اسبوعين بالظبط. الجمعه والسبت كده 16 يوم بالظبط الفراخ بتاعتي. تمام، المفروض يوم الخميس اصلا ما بتحسبش وبتحسب من الخميس من الجمعه. فكل جمعه كده خلاص تموا اسبوعين، والسبت النهارده كده 16 يوم بالظبط. تمام، فما شاء الله اللهم بارك، فراخي حاجه زي الورد كده. شايفين بقى حجم الفرخ وقد ايه الفرخ اصلا اساس الشفر من صغره محول وزن حلو جدا. يعني ايه من صغره محول وزن؟ يعني الفرخ بيحول معايا، مش ضعفان ولا هزيل ولا اي حاجه. شايفين الفرخ لحمه احمر جدا والصدر بتاعه عريض، وما شاء الله اللهم بارك محول وزن معايا حلو جدا. طيب عايزه بس الفت نظركم ان الديوك الساسو في اغلب الاحوال هي اللي بتشيل وزن اعلى من البرابر. يعني ده معناه ان البربره ما بتشيلش وزن؟ لا طبعا، البربره بتشيل وزن حلو جدا، بس الديك ممكن يوصل معاكي لحد 4 كيلو كمان. انا الناس واخده من عندي الساسو الشفر وربنا يبارك لهم يا رب، ذبحوا على 55 يوم وقالوا لي ان الديوك وصلت معاهم لحد 3 كيلو ونص كمان. تمام. طيب انا هنا زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك حاجه زي الورد، حاجه عسل ما شاء الله، نشاط وحيويه وبصوا شهيه مفتوحه دايما. بياكلوا ما شاء الله كتير جدا، بيسحبوا علف حلو قوي. دي حاجه بقى تفرحنا. الصوت الغريب ده بقى صوت الايه؟ صوت السمان. في كام سمانه كده عندي جوه اهو، وفي كمان الناحيه التانيه في فراخ من الجميزه اهي والساسو الكبير طايرين وقاعدين هناك، وانا سايباهم براحتهم يتمشوا براحتهم، يروحوا يجوا براحتهم. طيب هنا بقى عايزه اقول لكم اللهم بارك، الفراخ بتاعتي نزلت لهم على المفروض يعني على اليوم ال 12 هتنزلي جرعه كوكسيديا وكوليستريديا. انا بامانه ربنا نزلت يوم واحد بس لان فراخي حلوه، مش عايزه اديها مضاد حيوي، مش عايزه اوقع مناعتها، عايزه اربيها حاجه اكلها كده ما دخلهاش ادويه تماما. ما دخلهاش ادويه خالص، ما فيش سنتي دواء دخل لفراخي. ما شاء الله حاجه كده ايه، اورجانيك زي ما بنقول. تاكليها كده وانت مطمنه، تاكليها لاولادك وانت حاطه في بطنك بطيخه صيفي. هتحول معايا اوزان، علاج ملوش اي علاقه بالاوزان خالص، بالعكس ده الاوزان العلاج بيبقى يأثر على الاوزان اوقات كمان. كمان ما شاء الله طول ما دورتك ماشيه انت مدفيه المكان ومهوياه، ابشري ان دورتك هتطلع على اكمل وجه. طول ما انت مدفيه ومهويه الدوره بتاعتك هتطلع على اكمل وجه، والله العظيم بدون علاجات خالص. ليه انا بقى ما بقى يعني ليه انا ما بشجعش مثلا ان الفراخ بتاعتنا تاخد ادويه؟ فراخ الذبح، بصوا بقى فراخ اللحم انا ما بشجعش ليها ادويه خالص. ليه؟ هناكل حاجه كويسه غير الفراخ اللي بتتربى البيض. يعني فراخ البيض مثلا يا جماعه الخير، انا لا بقول لك حصاني ودي تحصينات كامله، وحصاني وعلى قد ما تقدري ادي تحصينات وادي ادويه. ليه؟ عشان دي وقايه. بصوا ده ديك تاني اهو، اللهم بارك. شايفين حويصلته يا جماعه الخير؟ الحويصله قد ايه في الاكل ما شاء الله. فانا بقول لك لا، حصني الفراخ اللي الفراخ بتاعه البيض حصنيها واديها تحصينات كامله، ودي لاسوته ودي امصار ودي كل حاجه، عشان دي فراخ للعمر الطويل، فراخ هتقعد معانا فتره طويله، هنستفاد من انتاج البيض بتاعها. انما دول زي ما بقول لكم كده ان احنا اصلا دي حاجه تسمين، حاجه للاكل، فمش هتفرق معانا ان احنا ندي ادويه كتير. احنا عايزين ناكل فناكل حاجه كويسه. طب يعني ممكن اشتغل بالاعشاب؟ طبعا الدوره بتاعتي دي كلها انا شغاله معاكم فيها بالاعشاب، يعتبر ما نزلتش ادويه خالص. تمام. النهارده بقى معايا وصفه حلوه جدا هتتاخد على الاكل. تمام. لا استنوني بقى، هم بصوا حلوين قوي، منين ما تحط لهم بياكلوا ما شاء الله، بياكلوا بيشربوا. انا عايزه اقول لكم كل نص ساعه
كل نص ساعه بحط لهم اكل، نص ساعه، متخيلين؟ كل نص ساعه بياكلوا. اه والله العظيم. كمان بيعملوا حمام كتير، بيحولوا وزن كتير، فبيعملوا حمام كتير عشان بيستقبلوا اكل بسرعه. بصوا بقى المكونين اللي معايا النهارده مكونين عكس بعض تماما. طيب يمشوا مع بعض طبعا، يمشوا مع بعض، وهقول لكم ايه السر ان هم يمشوا مع بعض. اول حاجه معايا ده شطه، فلفل احمر مطحونه، دي شطه حاميه جدا، حراقه جدا، يعني شطه بجد، يعني مش ما فيهاش دلع. تمام. انا هستخدم الشطه دي واحط في حدود معلقه صغيره من الشطه دي، معلقه صغيره، ده كيلو علف. ماشي، انا معبراه كيلو علف لان الوصفه بتاعتنا النهارده هتكون على كيلو علف. تمام. هحط معلقه شطه صغيره. ماشي، عشان انا بصور بايد وبعمل بايد، فلازم زي ما انتم شايفين كده اعمل ايه، احط لكم. فزي ما انتم شايفين كده انا حطيت معلقه صغيره من الشطه، وبقول لكم ان الشطه دي حراقه جدا، الشطه بتاعتي دي حراقه جدا، بس حرفيا كده مفعولها حلو جدا جدا ما شاء الله. اولا كده الشطه بتاعتي بنستخدمها كمضاد حيوي للبكتيريا، بتقتل اي بكتيريا في معده الفراخ، زائد بتدفيهم لو فراخك حرانه او سقعانه. طبعا انا بستخدم الشطه في اغلب الاحوال بتكون في الشتاء اكتر يعني. تمام، لانها بتدفي الفراخ. معايا هنا دي بقى خميره. تمام، انا حطيت فوق المعلقه، هو المفروض تحطي معلقه، انا حطيت معلقه. دي خميره فوريه اهي، دي اخر حبه حطيتهم كلهم اهي، خميره فوريه اهي، خميره فوريه اهي. دي خميره فوريه من بتاعه المخبوزات بتاعتنا العاديه خالص، يعني هي مش لسه فيها شويه، هنحطهم كلهم. خميره فوريه من بتاعتنا الخميره العاديه خالص، اللي هي ايه، اللي بنستخدمها للمخبوزات. انا حطيت الشطه وحطيت الخميره وهبدا اقلب كله على بعضه. طب قولي لي بقى الشطه دي فايدتها ايه ولازمتها ايه؟ اول حاجه كده الشطه بتدفي الفراخ بتاعتي وبتقتل البكتيريا اللي في معده الفراخ، وبتحميهم، بتسخن الفرخه فتخليه يشرب ميه كتير فيهضم كتير فياكل كتير فيحول معايا وزن حلو جدا. دي فوائد الشطه. زائد اصلا اللي لا قدر الله يعني لو في ميكروب في معده الفراخ بتاعتي، لا قدر الله في بكتيريا، في كوكسيديا، في كوليستريديا، في اي حاجه، يبقى الشطه دي بتقضي عليها تماما، بتقضي على اي بكتيريا. في ديدان مثلا، لو في ديدان في بطن الفراخ لا قدر الله، طبعا انا الحمد لله انا حطها وقايه، ما عنديش اي حاجه، بس انا بحطها وقايه. زائد اصلا ان انت لو عندك فقدان شهيه عند الفراخ بتاعتك واستخدمتها، يا سلام يا سلام، هتلاقي الفراخ بتاعتك بعد ما بتستخدمها على طول بتاكل من غير وعي، شهيتها مفتوحه، فحلو. احنا بنحب الشهيه المفتوحه للفراخ. التسمين عامه، التسمين ده مش الابيض بس، التسمين ده بيكون بلدي، بيكون جميزه، بيكون زي ما بيكون. تمام. حطيت كمان الخميره فايدتها ايه بقى على السريع كده؟ كلنا عارفين الخميره ومنزله لكم عنها كتير جدا. اول حاجه الخميره اصلا بتنشط البكتيريا النافعه عند الفراخ او عند اي طيور تاخدها، بتنشط البكتيريا النافعه. البكتيريا النافعه طول ما هي نشطه في معده الفراخ بتاعتنا، او طول ما هي نشطه عامه، بتعمل ايه؟ بتطرد اي بكتيريا ضاره، اي ميكروب يدخل عند الفراخ بتبدا تطرده. البكتيريا النافعه بتطرد اي فراخ وبتقاوم اي امراض في بطن الفراخ. دي حاجه. تاني حاجه اصلا بتنظف المعده جدا، وبرده بتقضي على اي بكتيريا ضاره. تالت حاجه بقى بتفتح الشهيه جدا، وبتحطيها كانها مطهر معوي للفراخ بتاعتنا. عارفين يعني ايه مطهر معوي؟ يعني لا قدر الله في ديدان في بطنهم، في بكتيريا، في ميكروب، في اي حاجه، تلاقيه نشط. اول ما اخد الخميره هتلاقيه اتنشط، وبعد كده البكتيريا النافعه بدات يعني ايه، بدات تقضي عليه تماما، فينزل في البراز. حتى تلاحظوا كده لما تحط الخميره في البدايه، يعني اول ما بتحط الخميره او تستخدميها بتلاقي في بعض البراز بيكون طري شويه. ليه بقى؟ بتكون نظفت كل المعده ونزلتها في البراز. نستخدمها لمده مره واحده بس عشان ما نعملش اسهال للفراخ بتاعتنا. ده زائد كمان نسيت اقول لكم ان لو في اسهال ما ينفعش نحط خميره يا جماعه الخير. لو في اسهال عند الفراخ ما ينفعش تماما نحط الخميره خالص. تمام. فنستخدم زي ما قلت لكم كده الشطه مع الخميره، حاجه وهم للفراخ بتاعتنا، حاجه وهم للفراخ التسمين. والتسمين ده البلدي التسمين او الجميزه او الرزي او الساسو، اي نوع فراخ هنذبحه يعني او هيبقى لحمه هنستخدم له الوصفه دي لمده مره واحده بس، وتستخدم على اليوم ال15 زي ما نزلت لكم كده باذن الله. هتبقى حلوه جدا، هتفرق معاكم جدا جدا بعد الاستخدام باذن الله.
يا رب الفيديو يكون عجبكم، حطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واستنوا مني فيديوهات احسن واحسن باذن الله الفتره اللي جايه.